اهلا بكم وفيديو جديد. الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي هنعملها ونرد فيها على الاكذوبات الزملكاوية. النهاردة هنعيش معاكم اكبر اكذوبة زملكاوية في تاريخ كرة القدم، الا وهي ان الاهلي بيكسب بالتحكيم، بين قوسين التحكيم المصري، والزمالك بيخسر بالتحكيم لاجل ان الاهلي يكسب البطولات. تنساش يا صديقي قبل ما نتكلم، لو الفيديو وصلك تدعمنا بلايك وكومنت. اللايك هو وسيلة دعمك الوحيدة على اليوتيوب. بيقول المحتوى ده كويس او مش كويس علشان يرشحه لغيرك، فالفيديو ده محتاج منك دعم كبير جدا. ولو انت مش مشترك في القناة تشترك في القناة. هنبدأ مع بعض الجزء الاول من الاكذوبة، وهي بطولات الاهلي والزمالك الافريقية الخارجية. وبما ان الاهلي بيكسب بطولاته بالتحكيم المصري وبالفساد، اذا الاهلي في البطولات الافريقية والزمالك هيكون رصيد الاهلي في البطولات اقل من الزمالك بمراحل، وهيكون الزمالك هو الاعلى في البطولات الافريقية من الاهلي. هنيجي نبص ونشوف ونلاقي ان الاهلي حصل على 25 بطولة افريقية بينافس بيها نفسه في القارة الافريقية، وبينافس بيها عالميا ريال مدريد، في حين ان الزمالك حصل على 12 بطولة افريقية فقط لا غير. تخيل الزمالك اللي بيخسر بطولاته بالتحكيم في مصر وفي البطولات المحلية، والاهلي اللي بيكسب بطولاته بالتحكيم في البطولات المحلية، يجي الاهلي في البطولات الخارجية ويكسب 25 بطولة افريقية، والزمالك بيكسب 12 بطولة فقط لا غير. ده بالنسبة لبطولات الاهلي والزمالك في افريقيا، وده اكبر دليل على ان الاهلي اللي بيكسب بطولاته المحلية قادر كمان يكسب بطولاته الافريقية. نيجي للجزء الثاني من الفيديو، والجزء ده مهم جدا مرتبط بالجزء الاول، مباريات الاهلي والزمالك في افريقيا. بما ان الاهلي بيكسب الزمالك بحكام مصريين، وبما ان الزمالك بيخسر بسبب التحكيم المصري مبارياته اللي مع الاهلي، اذا لما الاهلي والزمالك هيلعبوا في بطولات خارجية في بطولة افريقية، الزمالك هيكتسح الاهلي. نسبة فوز الزمالك هتكون اعلى، ونسبة فوز الاهلي هتكون معدومة، وده لان في حكام غير مصريين، وده لان فيه عدل. الحقيقة ان الاهلي والزمالك لعبوا مع بعض في البطولات الافريقية 10 مباريات. في ال10 مباريات دول الاهلي كسب فيهم الزمالك في 6 لقاءات، في حين ان التعادل كان ما بين الفرقتين 3 مرات، والزمالك كسب في مباراة وحيدة فقط لا غير، ودي كان لها حكاية. الزمالك كسب الاهلي في السوبر الافريقي سنة 94، ولو جيت ربطت احداث المباراة دي باللي حصل فيها والشبهة اللي كانت موجودة في المباراة دي، من اول طرد محمد يوسف لاعب الاهلي في الدقيقة 10 من الشوط الثاني، الطرد الغريب الغير مستحق اللي مفيش حد في كرة القدم فاهم كابتن محمد يوسف اتطرد ليه. حكم الراية في اخر جزء في الملعب بينادي على حكم الساحة باتروس ماتابيلا اللي موجود في الملعب علشان يقول له ان محمد يوسف ضرب لاعب الزمالك اللي موقعش، وكان عليه خطأ لصالح محمد يوسف. ولو ربطت الحدث ده بحدث تاني، والحدث الأهم عدم طرد إيمانويل أومونيكي لاعب الزمالك بعد تدخل يكاد يكون بالشوم على لاعب الأهلي قبل طرد محمد يوسف مباشرة، واللاعب حصل على إنذار ولم يحصل على طرد. لو ربطت الأحداث دي بتصريح الكابتن فاروق جعفر اللي كان بيتكلم فيه على قناة الزمالك، وبيقول ان الحكم الافريقي كان بيجي في مباريات الزمالك قبل اللقاء في الغرفة ويقول للزمالك عايز ضربة جزاء ولا طرد. بيتكلم كباتن الفريق عايزين يتحسب لكم النهاردة ضربة جزاء ولا طرد، وده دليل على ان الزمالك كان بيكسب في افريقيا بالتحكيم. وهنا كمان كابتن فاروق جعفر قالك ان الحكام كانت بتيجي بياخدهم اداري من الزمالك وبيعمل بيهم شوبنج في بورسعيد، وده علشان يسهل لهم المباراة. ولما اتزنق قام قايل ما كانش بيحصل مع الزمالك بس، مع الاهلي والاسماعيلي ومع كل الانديه المصريه. طيب اربط الاحداث دي كلها ببعضها، وتعالى اربط الحدث المهم في حكم لقاء الاهلي والزمالك باتروس ماتابيلا، اللي بعدها ب10 سنين بيتقبض عليه بتهمة رشوة وفساد في مباريات في جنوب افريقيا، وده حكم اللقاء الوحيد اللي الزمالك كسب فيه الاهلي. تخيل ان اللقاء الوحيد في افريقيا اللي الزمالك يكسب فيه الاهلي
يكون الحكم بتاعه مرتشي، ويتكشف بعدها ب10 سنين انه كان في الدوري الجنوب افريقي في نتائج المباريات بيتحكم فيها بالرشوة، وكان بيكسب فرق على حساب فرق تانية. دي المباراة الوحيدة اللي الزمالك كسب فيها الأهلي في إفريقيا. تخيل بقى الأهلي كسب الزمالك في 6 لقاءات، منهم لقاء في نهائي القرن، منهم لقاء كان موجود فيه فار، منهم لقاء كان الزمالك معشم نفسه بشكل كبير جدا انه هيكسب الأهلي وكأن الأهلي مش موجود. لكن بما ان فيها عدل وبما ان كان موجود فار، الأهلي قدر يكسب الزمالك في نهائي القرن. نيجي للجزء الثالث والأخير من الفيديو، وده جزء مهم جدا جدا. لقاءات الأهلي والزمالك تحت قيادة تحكيم أجنبي. وبما ان الأهلي بيكسب الزمالك في البطولات المحلية بتحكيم مصري والزمالك بيخسر بتحكيم مصري، إذن لما هيجي تحكيم أجنبي في نفس البطولات هيكشف فساد المنظومة، هيكشف فساد الأهلي، وإن الأهلي بيكسب بالتحكيم المصري الزمالك، وهيخلي الزمالك يكسب الأهلي بنسبة فوز عالية جدا، والأهلي نسبة فوزه هتكون معدومة. الحقيقة إن الأهلي لعب مع الزمالك في 55 لقاء تحت قيادة تحكيم أجنبي. مفروض هنا يكون الزمالك مكتسح، ونسبة التعادل تكون بعد نسبة فوز الزمالك، ونسبة مكسب الأهلي تكون أقل حاجة. الحقيقة إن الأهلي كسب الزمالك أكتر ما الزمالك اتعادل، بمجموع تعادل الزمالك وفوز الزمالك على الأهلي. الأهلي كسب الزمالك 3 أضعاف ما الزمالك كسب الأهلي تحت قيادة تحكيم أجنبي. الأهلي كسب الزمالك في 28 لقاء، في حين ان التعادل كان في 18 لقاء، والزمالك كسب الاهلي في 9 لقاءات. لو جمعت تعادل الزمالك مع الاهلي 18 لقاء زائد 9 لقاءات فوز الزمالك، هتلاقي ان مجموعهم 27، في حين ان الاهلي فاز في 28 لقاء. لو ضربت فوز الزمالك التسعة في 3 هتلاقي ان الزمالك الاهلي كسبه 3 اضعاف ب 28 مباراة. إذا في وجود التحكيم الأجنبي نسبة فوز الأهلي بتكون أعلى جدا. إذا لما بيكون في عدل وبيكون في تحكيم أجنبي، الأهلي بيقدر يكسب الزمالك، وبيقدر يكسب الزمالك بسكور في وجود تحكيم أجنبي. بيقدر يكسب الزمالك في كل البطولات، في الدوري وفي الكاس وفي السوبر في وجود تحكيم أجنبي. ولو الزمالك حصل وكسب الأهلي مرة في وجود تحكيم أجنبي، وده وارد لأن الكورة فيها مكسب وفيها خسارة، بيكون منهم مرة الحكم بيطلع يعتذر للأهلي على عدم احتساب ضربة جزاء. وده حصل في نهائي السوبر في 2017 ما بين الأهلي والزمالك، اللي الزمالك كسبه 3-1. الأهلي كان متعادل مع الزمالك 0-0 في اللقاء، وعبد الله السعيد لاعب الأهلي وقتها بيحصل على ضربة جزاء أو بيجيله ضربة جزاء، والحكم لم يحتسب ضربة الجزاء دي. وبعد كده بيجي بعد المباراة بيشوف اللعبة على موبايل، وبيعتذر للأهلي وبيعترف إن كان في ضربة جزاء لصالح الأهلي بنسبة 100%. ده لما الزمالك بيكسب الأهلي بتحكيم أجنبي، مرة تلاقي الحكم بيطلع مرتشي، ومرة الحكم بيطلع يعتذر عن عدم احتساب ضربة جزاء للأهلي. ده لما الأهلي بيقابل الزمالك في وجود فار في نهائي القرن، بتلاقي الأهلي بيكسب الزمالك حتى لو المستوى كان متقارب والزمالك كان قريب من المكسب. الأهلي في وجود تحكيم أجنبي مكتسح الزمالك، الأهلي في وجود بطولات في أفريقيا خارج مصر مكتسح الزمالك، الأهلي في وجود البطولات المحلية بيكسب الزمالك، رغم ان نسبة فوز الأهلي مع حكام مصريين مقياسا لنسبة فوز الأهلي على الزمالك بحكام أجانب، مقياسا نسبة فوز الأهلي أعلى كتير جدا مع الحكام الأجانب. ده أقوى رد على أكذوبة إن الأهلي بيكسب بالتحكيم. الأهلي لو بيكسب بالتحكيم في البطولات المحلية بيكسب الزمالك في البطولات الإفريقية، والزمالك ما بيقدرش يكسب الأهلي. بيكسب الزمالك في بطولات محلية وإفريقية بوجود حكام أجانب، والزمالك ما بيقدرش يكسب الأهلي بنسبة فوز توصل لمثلا 15% أو 20%. الأهلي بيقدر يكسب الزمالك في وجود كل الحكام مصريين وأجانب في كل البطولات محلية وإفريقية. الأهلي في إفريقيا بيكسب الزمالك، الأهلي محلي بيكسب الزمالك، مع تحكيم مصري بيكسب الزمالك، مع تحكيم أجنبي بيكسب الزمالك. الأهلي هو
سيد الكرة المصرية بدون فساد، بدون شبهات، بدون حكام بتطلع بعد كده حكام مرتشية. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى اكون قدرت ارد على اكذوبة ان الاهلي بيكسب بالتحكيم والزمالك بيخسر بالتحكيم، وكل واحد يشوف الفيديو ده. لو لسه اول مرة بتشوف قناتي تشترك في القناة، تدعمنا بلايك وكومنت. اللايك هو وسيلة دعمك الوحيدة على اليوتيوب. الفيديو خد مني مجهود كبير جدا، فاللايك هو وسيلة دعمك الوحيدة. ادعمنا بلايك وكومنت واشترك معانا في القناة لو انت مش مشترك. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وفي اكذوبة زملكاوية جديدة ان شاء الله.